أهلا ومرحب بيكم. إيه أكتر حاجة بتزعلك لما حد يضرك أو يخليك تتحمل خسارة؟ طبعا هي إنك ما تعرفش تعوض الضرر أو تحمل الخسارة ده. عشان كده موضوعنا النهاردة إزاي ترفع دعوى تعويض في مصر من الألف للياء وبلغة بسيطة وسهلة علشان تفهمها وإنت قاعد في بيتك، فخليك معاك. ودعوى التعويض في مصر ببساطة هي إنك تطلب تعويض من الشخص أو الجهة اللي سببوا ليك ضرر، زي جارك اللي عمال يخبط ليل ونهار، أو الشخص اللي شتمك في الشارع، أو دخلت مثلا لمستشفى وتم علاجك بصورة خاطئة. وهقولك تبدأ ازاي في 5 خطوات بس. وأول حاجة هي جمع الأدلة، يعني تخلي معاك كل الإثباتات اللي بتثبت الضرر اللي وقع عليك من الشخص أو الجهة دي، وده زي الفواتير الطبية أو العقود أو محاضر الشرطة أو شهادة الشهود أو تسجيل الكاميرات. ولو الضرر اللي وقع عليك ضرر أدبي زي التشهير أو السب والقذف، طبعا لازم تكون محتفظ بالشهود أو التسجيلات، ولكن خلي بالك تكون قانونية. وبعد لما تجهز ده، الخطوة التانية هتطلع على المحامي علشان يساعدك في كتابة الدعوة بتاعتك، وتطلب طبعا مبلغ التعويض المناسب للضرر اللي انت اتعرضت له. لحد هنا انت قضيتك جاهزة على رفعها في المحكمة. ولو التعويض بتاعك المبلغ بتاعه أقل من 50,000 جنيه، فانت كده هتروح على المحكمة الجزئية. ولو أكتر من المبلغ ده هتتجه على المحكمة الابتدائية. وبعد سداد الرسوم المقررة هتاخد رقم للقضية بتاعتك ويتحدد لها جلسة، وتبتدي هنا يتداول الجلسات وتبتدي تقدم المستندات بتاعتك ويثبت كل طرف في الدعوة حجته، ويبتدي هنا المحكمة تحكم لك بالتعويض المناسب للضرر اللي انت اتعرضت له. ده غير كمان ان المحكمة هنا هتحكم على الطرف الخاسر، وهو هيكون الخصم بتاعك بإلزامه بدفع المصروفات القضائية. ولو ما امتثلش الحكم المحكمة كده بيعرض نفسه لجريمة امتناع عن تنفيذ حكم محكمة. طبعا من حقك انك تحجز هنا على اي شيء باسمه. عايز اقولك على الحاجات المهمة دي وخلي بالك منها كويس جدا. لو ما معكش ادلة كافية، احسن لك ما ترفعش الدعوة علشان هتخسرها. ولو وقع عليك الضرر بصورة كبيرة، استعين هنا بالخبراء زي المهندس والدكتور. وخلي بالك ان دعوى التعويض من الدعاوى اللي بتاخد وقت قدام المحكمة، يعني ممكن تاخد وقت لحد 6 شهور، فاصبر. ولو عندك أي أسئلة أو استفسارات زي إيه الفرق بين التعويض الأدبي والتعويض المادي، أو هل ينفع إنك ترفع الدعوة من غير محامي، وزي إيه هي مدة التقادم، اكتب لنا في التعليقات وهنكون سعداء وإحنا بنجاوبك. وفي الختام، ما تسيبش حقك يضيع، القانون موجود علشان يحميك. ولو عندك أي أسئلة أو استفسارات بخصوص إجراءات الدعاوى في المحاكم، اكتب لنا في التعليقات. وما تنساش الإعجاب والاشتراك في القناة علشان يوصلك كل جديد أول بأول.